اليوم الاثنين جددت جمهورية السنغال دعمها الثابت والواضح للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيرتها على كامل ترابها الوطني بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية خلال أشغال اللجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية السنغالية التي جرأها رئيس الحكومة عز أخنوش والوزير الأول السنغالي أوسمان سونكو. الجانب السنغالي جدد كذلك دعمه لكل مخطط الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية التي تعتبر الحل الوحيد للجد والموثوق لتسوية النزاع الإقليمي، مؤكدين التزامهم بالقرار رقم 2797 المجلس الأمن التي كرس مخطط الحكم الذاتي كالحل الأساسي الوحيد ضمن السيادة المغربية. هذا الموقف السنغالي كيبان أنه ضربة قوية لكل محاولة الجزائرية باجتراع الفتنة بين المغرب والدول الأفريقية خصوصا السنغال بعد نهائي كأس إفريقيا حيث كانت الجزائر كتحاول تمرر رسائل سلبية ضد المغرب، لكن دعم السنغال وكذا مواقف باقي الدول الافريقيه كيبين انه محاوله الجزائر فشل ذريع وان المغرب كيبقى في موقع قوي وموفق في القاره. باختصار المغرب كيبقى واسخ في ملف الصحراء بدعم افريقيا ودول واسع، بينما محاوله الجزائر لتقويض هذا الدعم خرجت بلا نتيجه.